فالعلاقات كاين واحد القانون بسيط بزاف ولكن أغلبنا كيغفل عليه. كل واحد فينا كيعبر على الحب ديالو بالطريقة اللي كيبغي هو يتلقى بها، يعني المرأة كتقدم الاهتمام والنصائح والراجل في المقابل كيقدم الحلول والحماية. ولكن فين كيبدا المشكل؟ المشكل كيبدا ملي هاد جوج لغات ديال الحب ما كيتلاقاوش. هي بالنسبة ليها راها كتهتم بيه وهو كتوصلوا رسالة وحدة أنها ما كتيقش فيه. يلا هندخلوا مباشرة في الموضوع. تخيلوا معايا هاد السيناريو البسيط. هو كيقلب على ستاسيون مو وهي بكل حماس كتقول ليه شوف ها هو واحد خاوي تما. طبعا النية ديالها مزيانة، بغات غير تعاون، ولكن الرسالة الخفية اللي كتوصلوا ليه هي أنا ما كنتيقش في القدرة ديالك أنك تلقى حل لراسك. وهاد الكلمات واخا كتبان بسيطة راها كتضرب ليه في الصميم ديال واحد من أعمق احتياجاته النفسية. إذن هاد هو السؤال المحوري ديالنا، كيفاش ممكن نية طيبة تولد إحساس بالرفض؟ في هذا التحليل غادي نحاولوا نفكوا الشفرة ديال نظام التشغيل العاطفي عند الرجل باش نفهموا هاد الديناميكية اللي كتبان معقدة. أول مفهوم أساسي خصنا نستوعبوه مزيان هو أن لغات الحب ماشي بحال. بالنسبة لعدد كبير بزاف من الرجال الاحترام هو اللغة العاطفية الأم، ماشي غير مهم وصافي، لا، هو بحال الأكسجين اللي كتنفسوا منه العلاقة، بلا بيه كل شي كيموت وخا يكون الحب موجود. باش نزيدوا نوضحوا هذه الفكرة، في الوقت اللي الأولوية العاطفية عند المرأة غالباً هي الإحساس بالأمان والرعاية، الأولوية عند الرجل كتكون هي الإحساس بالاحترام والتقدير من عند الشريكة ديالو. هادشي ما كيعنيش أن الحب ماشي مهم، لا بالعكس، ولكن الاحترام هو البوابة الرئيسية اللي كيدخل منها الحب لقلبه. وهاد الحاجة للاحترام كنلقاوها كتجلى في 3 ديال الأعمدة أساسية اللي كتبني العلاقة. كل عمود منها كيلبي واحد الجزء حيوي من النفسية ديالو. يلا هنفصلوا فيهم واحد بواحد. الثقة في الكفاءة، القبول غير المشروط والتقدير. العمود الأول ويمكن هو الأهم هو الثقة. الرجل محتاج يحس بأن الشريكة ديالو كتيق في القدرة ديالو على تدبير الأمور، وأنه قادر يواجه التحديات ويحمي الأسرة. أي تشكيك مستمر في القرارات ديالو سواء كانت فلوس أو شي حاجة كتعلق بالأسرة ما كيعتبرهاش مجرد رأي مخالف، لا، بل كيشوفها هجوم مباشر على الهوية ديالو كرجل مسؤول. هاد الاقتباس كيلخص كل شيء. كيقول ملي مراتي كتدعم القرارات ديالي، هادشي كيقوي عندنا الإحساس بأننا فريق واحد، كنغرقوا ولا كنعوموا بجوج. يعني الثقة ما كتنفخش ليه غير الأنا ديالو، ولكن كتبني عنده إحساس عميق بالأمان وبأنهم بالصح شركاء حياة ماشي منافسين. العمود الثاني هو القبول. الرجل محتاج يحس أنه مقبول كيف ما هو، بالعيوب ديالو قبل المزايا. المحاولات المستمرة باش نصلحوا فيه شي حاجة واخا تكون النية ديالنا مزيانة كتوصل ليه رسالة واحدة: أنتِ كيف ما أنتِ دابا ماشي كافي. وهنا فين كاينة واحد المفارقة نفسية مثيرة للاهتمام. الراجل اللي كيحس بالقبول التام كيولي هو براسو باغي يتغير للأحسن، ولكن هاد المرة عن طيب خاطر ماشي تحت الضغط. وأخيراً العمود الثالث، التقدير. شوفوا، الطبيعة ديال الرجل مبنية على الفعل والإنجاز. ضروري يحس بأن المجهودات بتاعته واخا تكون بسيطة راها متشافة ومقدرة. كلمة شكراً بسيطة هي بمثابة وقود نفسي بيشجع ويعطي كترة وكترة. والتقدير قدام الناس، مثلاً قدام العائلة أو الأصحاب، عنده واحد المفعول ديال السحر، كيبني واحد الولاء اللي صعب جداً يتهرس. دابا من بعد ما فهمنا هاد الاحتياجات النفسية العميقة، ضروري نربطها بالسياق الثقافي ديالنا. وعليش هاد الحاجات أساسية لهذا الدرجة؟ الجواب كاين في تأثير فكرة الرجولة التقليدية اللي كبرنا عليها في المجتمعات ديالنا. هاد الجدول كيوضح كيفاش هاد السمات اللي المجتمع كيشوفها هي علامات الرجولة كتشكل العالم الداخلي ديال الرجل. من صغره كيتعلم أن التعبير على المشاعر بحال الخوف أو الحزن هو نقص في الرجولة. إذن شنو النتيجة؟ كيكبت المشاعر ديالو، ماشي لأنه ما كيحسش، لا، ولكن لأنه تعلم أن التعبير على الإحساس هو علامة ديال الضعف. فالثقافة ديالنا مفهوم القوامة هو في الأصل مسؤولية ديال الرعاية والحماية. وهذا الدور واخا كيعطي للراجل إحساس كبير بالقيمة، راه كيحط عليه واحد العبء نفسي اللي هو ثقيل بزاف، واحد الضغط باش يكون ديما قوي، ما يتشكاش وما يبينش الفشل ديالو. هادشي علاش القبول والاحترام ديال الشريكة ديالو كيوليو هما الملجأ الآمن الوحيد اللي عنده، البلاصة الوحيدة فين يقدر يحيد داك الضرع ويكون هو على طبيعته. بهذا الفهم الجديد للسياق النفسي والثقافي،
يلا دابا نفكوا الشفرة ديال واحد من أكثر السلوكيات اللي كيوقع فيها سوء فهم كبير، الانسحاب أو الصمت المفاجئ ديال الرجل ملي كيكون تحت الضغط. علماء النفس كيسميو هاد الحالة الكهف، ومهم بزاف نعرفوا أنه ماشي تصرف عاطفي ضد الشريكة، ولكن هو واحد الآلية نفسية نقدر نقولوا شبه بيولوجية. من الرجل كيواجه شي مشكل كبير أو ضغط كيحتاج غريزيا أنه يدخل واحد المساحة نفسية خاصة به باش يعالج فيها المشكل راسه ويقلب على حلول بلا أي تدخل من برا. وهنا فين كيبان سوء الفهم بشكل واضح. هي كتفسر هذا الانسحاب على أنه رفض شخصي صافي، ما بقاش كيبغيني أو أكيد راه مقلق مني، ولكن في الحقيقة هو كيكون في واحد العملية داخلية ديال حل المشكل. بل أكثر من ذلك، بهذا الانسحاب كيكون كيحاول يحمل علاقة من داك التوتر والضغط اللي كيعيشه. يعني المسألة بتاتا ماشي شخصية. مزيان، دابا فهمنا شنو هو المشكل وعلاش كيوقع. جا الوقت ندوزو لأهم حاجة، كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الاختلافات بطريقة عملية وفعالة كتبني الثقة ماشي كتهدمها. هذه بعض الاستراتيجيات الذكية اللي كتخدم مع التركيبة النفسية ديال الرجل. أولاً، قاعدة الهدف أولاً. قبل ما نبداو الهضرة نوضحوا شنو الهدف، واش غير بغينا نفضفضوا ونخويو قلبنا ولا محتاجين نصيحة وحل. هادشي كينقذوا من ضغط التخمين. ثانياً، حوار جنباً إلى جنب. المواضيع الحساسة من الأحسن ما تناقش وجراً لوجه، ولكن وحنا كنتمشاو أو في السيارة. هاد الوضعية كتنقص من الإحساس بالهجوم وكتشجع على الصراحة. وأخيراً، الاختصار والمباشرة. عقل الرجل مبرمج باش يعالج المعلومات بشكل خطي ومباشر. وملي يدخل داك الكهف ديالو، النصيحة الذهبية هنا هي المقاومة. خاصنا نقاوموا ديك الرغبة باش نلاحقوه بالأسئلة. شوفوا، أحسن حاجة ممكن تدار هي نعطيوه المساحة اللي محتاجة، ولكن مع إشارة بسيطة ودافية ديال الدعم. مثلا ميساج قصير كيقول أنا هنا إلا احتاجيتيني. هاد اللفتة اللي كتبان بسيطة راها كتعطيه واحد الإحساس بالأمان وكتخليه يرجع ويخرج من داك الكهف ديالو بواحد الشكل أسرع وأكثر إيجابية. وغادي نختموا بهاد الفكرة الجوهرية. الهدف من هاد الفهم العميق لنفسية الشريك ماشي هو نتحكموا فيه أو نغيروه. الهدف الحقيقي هو نخلقوا واحد البيئة آمنة اللي ممكن نكبروا نتطوروا فيها بجوج، واحد البيئة اللي مبنية على الفهم والاحترام المتبادل. إذن السؤال اللي كيبقى مطروح هو شنا هي ديك الخطوة الصغيرة اللي ممكن نديروها اليوم باش نبينوا التقدير والاحترام للشريك ديالنا بطريقته هو ماشي بطريقتنا حنا.